تدريب خاصة بفترة صيام الرسل اللي احنا حطينا له عنوان كبير اسمه ايه؟ الامتلاء او الانقياد بالروح القدس. عاوزين نتملي بروح ربنا، عاوزين نعرفه اكتر. عشان كده تلاحظوا في القداس الغريغوري في سطر كده قاله غريغوريوس لانه كان يحب يتكلم عن الروح القدس، انك معرفة الروح القدس الحقيقية. فاكرين النص ده؟ يعني عرفتنا الروح القدس اللي بجد ما كناش نعرفه، لما سكن فينا بقينا معرفة، بقينا عشرة، فبقينا عارفين ربنا من جوانا. اول تدريب ان احنا نطلب يا رب ملاني بروحك، او يا رب سقني بروحك، قدني يعني. ودي معناها ان انا مش عاوز دماغي ولا جسدي ولا الناس هي اللي تسوق او تملى دماغي، لا، يبقى ربنا اللي له المكانة الكبيرة ويشغل كل دماغي وقلبي بقدر الامكان. يبقى ده طلب، مجرد صلوة نكررها كتير، او مقابلها ايها الملك السماوي نقولها كلها كذا مرة في اليوم. تاني تدريب ناخد خلوة ونقول صلاة يسوع. اسم ربنا يسوع يملى القلب بالروح، والخلوة والهدوء والحكاوي مع ربنا تدي فرصة للروح القدس ايه؟ يشعل جواك، يملاك، يحرك قلبك ومشاعرك وإرادتك ويصلح ويشيل الزبالة اللي دخلته. عاوزة خلوة مع صلاة يسوع. ثالث تدريب انك تركز في كلام ربنا وتحول قعدة الانجيل الى صلاة. وانت بتقرأ الانجيل او بتسمع الوعظة لازم تتفاعل، لازم ترد، تكلم ربنا، تطلب معونة عشان تعمل ده، او تشكر، او تفرح بمعنى جديد، او تقول له فهمني. فيبقى الموضوع مش مجرد قراية صماء كده، لا، يبقى فيها تفاعل. انشغلوا بالتدريب دي عشان نحس بطعم الصيام اللي احنا داخلين عليه. صيام الرسل ده صيام الكنيسة كلها، محدش يعتبره ايه صيام فئة معينة، ولا ملناش فيه ولا نزوغ منه. انت بتزوغ من الروح القدس هتروح فين؟ وبعدين انت الكسبان، معاك كنز قد كده ركنه وعايش شحات، ما تخليك غني. فانت فرصتك تمتلئ بالروح القدس وتشعر بالغنى. الكلام الأول أنشأته يا ثأوفيلوس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به إلى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم. المرة اللي فاتت كانت مقدمة عن سفر الأعمال، وعرفنا أن الكاتب هو القديس لوقا، وسفر الأعمال هو الامتداد الطبيعي للأناجيل الأربعة، وبالأخص إنجيل معلمنا لوقا. تكلمنا عن شخصية ثأوفيلوس وعن تعبير الكتاب ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به، أن كل شيء المسيح له المجد قبل ما يعلم به كان يفعله. حياته كانت رسالة قبل كلماته. إذن مطالبين كلنا تكون حياتنا أهم من كلام، وتكون حياتنا بتقول الكلام من غير كلام، بتقدم تعاليم المسيح له المجد من غير كلام. إلى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم. تعبير ارتفع يعني صعد، وأكثر من مرة ربنا يسوع له المجد يستخدم لفظ ارتفع عن عملية الصعود. يعني لما كانوا تلاميذه بيسألوه عن موضوع الصيام، في موضوع الصيام قال لهم حين يرفع العريس حينئذ يصومون. هنا رفع العريس بعض الآباء قالوا إشارة إلى صلبه لأنه ارتفع عن الأرض مصلوبا، وبعض الآباء قالوا طريق الصليب يمتد إلى الصعود بعد القيام. برضو تعبير القديس بولس لما بيقول رفع في المجد، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى لملائكة، آخرها يقول رفع في المجد. فكلمة ارتفع هي كلمة مماثلة لكلمة صعد.
وقبل صعوده أوصى بالروح القدس. تلاحظوا أنه ليلة صليبه اتكلم عن الروح القدس بالتفصيل، وفي 40 يوم اللي كان بيقابل التلاميذ بعد قيامته كان برضو بيوصيهم تاني: لا تبرحوا أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. فربنا يسوع قبل صليبه اتكلم عن الروح القدس، وده كلام مدرج في إنجيل يوحنا من إصحاحات يوحنا 13 ليوحنا 17. وفي كلام آخر اتقال بس ما تسجلش في الكتاب كأنه تكرار للي قاله المسيح عن الروح القدس، لكن أهم ما فيه: استنوا ما تطلعوش تبشروا غير لما تاخدوا الروح القدس. ايه قيمة الحكاية دي؟ قيمتها في انه بالرغم ان التلاميذ تمتعوا برؤية المسيح في معجزاته، بعضهم شاف المسيح في التجلي، كلهم شهدوا لقيامته لأنهم شافوه بدل المرة مرات بعد قيامته، وجواهم حماس وغيرة أنهم يطلعوا يقولوا لكل الناس المسيح قام، إذن المسيح ربنا. إنما مهما كانت الغيرة والحماسة لا تصلح أبدا بدون قيادة الروح القدس. فين قال لهم ما تتحركوش غير لما تاخدوا الروح القدس. أحيانا خادم يكون متحمس، أرى حتة اقتنع، أرى كتاب روحي، سمع وعظة مؤثرة، يتصور أنه قادر أنه يغير دماغ الناس كلها ويعني يغير الكون كله، وبعدين يبادر بالكلام مع شخص واحد يفاجأ أنه ملوش تأثير، ملوش تأثير حتى على نفر واحد. طب ليه؟ ببساطة لأنك أنت رحت تخدم لوحدك، من غير ربنا خدمتك باطلة، ومن غير نعمة الروح القدس تأثيرك لا قيمة له. إذن كأن ربنا يسوع بيقول لهم: صحيح شفتوني وشفتوا معجزاتي وحفظتوا كلامي والدروس حفظتوها وراجعتوها بدل المرة مرات وديكوا شهدتوا لقيامتي، ولكن كل ده كوم وتطلعوا تكرزوا بدون الروح القدس ما ينفعش، لابد أن تلبسوا قوة من الأعالي. ده يعلمنا كخدام لا يجوز أبدا للإنسان فينا أنه يتجاسر ويفتح بقه ويتكلم عن ربنا من غير ما يستدعي قوة الروح القدس. على الأقل تقول له: يا رب اديني كلمة، يا رب املى فمي بكلامك، يا رب اديني نعمة، أنا من غيرك ما أقدرش أغير حد، أنا من غيرك مش عارف أغير نفسي. يبقى إصرار ربنا يسوع أن ينتظروا بعد صعوده إلى لحظة امتلائهم بالروح القدس إصرار على معنى مهم يفضلوا فاكرينه طول العمر: إحنا من غير الروح القدس ولا نعملش حاجة خالص، ما نغيرش حاجة خالص، لكن بالروح القدس نغير العالم كله. وده اللي حصل من يوم 50. لقينا هنشوف بقى الإصحاح اللي جاي إزاي بطرس يقف يوعظ وألافات تؤمن والدنيا تتغير، وبعد كام سنة كل واحد ياخد في بلد في وشه كده ويطلع يكرز، والعالم عمال يتغير بسرعة. ليه؟ لأنه ده نار الروح القدس، دي مش شطارة بشر ولا خطابة القديس بطرس ولا علم القديس يوحنا ولا مهارات القديس اندراوس، لا لا لا، كلهم ناس بسطاء، إنما الفضل كل الفضل يعود للروح القدس. وفكرة الإحساس أنك بتشتغل في إيد ربنا وأن ربنا بيشتغل بيك لازم كل خادم يحسها، يتأكد أنه مع ضعفه الشديد وعجزه ومحدوديته وجهله ممكن ربنا يعمل بيه حاجة وحاجة كبيرة، فيبقى شايف بشكل واضح: ده مش ممكن يكون شغلي، أنا عارف نفسي كويس، ده مش ممكن تكون نتائجي، أنا عارف ضعفي كويس. وهنا يكمل قول الكتاب: لأن قوتي في الضعف تكن. إلى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم. برضو تعبير الرسل الذين اختارهم يعود على 12 ويعود على 70 رسول، كل دول بيتسموا جملة الرسل، ودول هتلاقوهم في إنجيل لوقا اللي هو سبق وكتب إنجيل لوقا قبل ما يكتب سفر الأعمال.
جه في لقا 9 قال اختار التلاميذ ال12، ولقا 10 جه قال انه اختار 70 رسول. دعا الرب ايضا 70 رسول. فكرة ان ربنا اللي اختارهم دي برضو مهمة قوي. شوفوا احنا فرحانين اليومين دول بقداسة البابا الأنبا تودروس، وكلنا عندنا يقين ان ربنا اللي اختاره مش احنا اشتركنا كلنا ككنيسة بالصوم والصلاة، واشتركنا في الانتخابات الترشيحات، ولكن الصوت الأخير كان لربنا. ومن هنا نثق تماما أن ربنا هو اللي هيشتغل بيه، لأنه كما كان هكذا يكون. كما كنت مع تلاميذك وأعطيتهم السلام هلم أيضا كن معنا ومنحنا سلامك. فإحساسنا أن ربنا يسوع هو اللي بيختار من يكون وكيلا عنه، من يقود شعبه، من يكرز باسمه. ده إحساس مريح، لأن الموضوع مش ماشي بإيدين بشر ولا باجتهادات بشر، لا ده ربنا حاضر وسط شعبه. عمانوئيل إلهنا في وسطنا، وهو اللي سايق المركب، وهيفضل مسؤول عن الكنيسة إلى آخر الدهور. بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم، الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم، وهو يظهر لهم 40 يوم ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. قديس لوقا بيستعيد بس آخر جزء من إنجيل لوقا كمقدمة لسفر الأعمال، فده كله ده مذكور في إنجيل لوقا في آخره، إن المسيح له المجد قعد يظهر 40 يوم ويتكلم مع التلاميذ ووصاهم بالروح القدس وصعد. فهو بيلخص ده كله في مقدمة سفر الأعمال. أراهم نفسه حيا ببراهين كثير. تعبير براهين ده تعبير مهم. القديس لوقا من أكثر الإنجيليين اللي اهتموا بالتأكيد على براهين القيامة. بمعنى إيه؟ إحنا كلنا كمسيحيين نؤمن أن المسيح قام، استلمناها كده وعايشين بيها كده، وخريستوس أنستي أليسوس أنستي، وبنعيد عيد القيامة وفرحانين بقيامة ربنا، وفي إيماننا بقيامته إيماننا بقيامتنا. يبقى كما قام هكذا بالإيمان به نقوم نحن أيضا معه، إن كنا قد متنا معه سنحيا أيضا معه. إنما لما يكون واحد غير مسيحي ويعرض عليه موضوع قيامة المسيح، يحتاج إلى براهين، يحتاج إلى منطق، لأنه ما استلمش هذا الإيمان. ومن هنا ذكر البراهين لا يتعارض في الفكر المسيحي مع الإيمان المسيحي. يعني إيه؟ يعني لو أنت بتتكلم مع شخص وتقول له المسيح قام، يقول لك اثبت لي، تقول له لا ما تجيش بالإثباتات، يبقى أنت غلطان. لا، تيجي بالإثباتات كمان. هي أولا إيمان مسلم، أنت استلمتها وصدقتها وعايز بيها، وهي حقيقة مبرهنة. يعني إيه؟ حتى بالمنطق والإثباتات والبراهين ممكن تثبتها. أقول لكم شوية من البراهين، وإن كان ده موضوع يتكتب فيه كتب قد كده، لأنه كتير من العلماء الباحثين اللي كانوا ملحدين وأرادوا أن يشككوا في حدث قيامة المسيح تاريخيا انتهوا بالإيمان بالمسيح. يعني يبقى واحد داخل على الموضوع بيقول أنا كمحقق هثبت لكم أن هذه القصة مؤلفة، وأنه يسوع الناصري الذي صلب لم يقم. بيدخل كده، طب يا سيدي اثبت لنا، يقعد يثبت ويذاكر ويحقق وياخدها زي كده التحقيق البوليسي يعني، وبعدين في الآخر يقول إيه؟ مش ممكن إلا أنه يكون قام، ونفسه يوصل لكده. ليه؟ إثباتات كتير، منها مثلا أبسط إثبات القبر الفارغ. أين جسد المسيح إن لم يكن قد قام؟ مين اللي سرقه؟ ومين اللي له مصلحة في سرقته واستخبى فيه؟ وبعدين اللي هيسرق ده هياخد الأكفان بالمرة، ولا هيطلع الأكفان ويطبقها زي الملايات كده ويسيبها؟ وهو في واحد هيسرق هيعمل كده؟ وماذا عن شهادة كل من رأوه؟ طب لو قلنا المريمات مهووسين وطالعين الصبح ايه؟ طب هو في هوس بيجي كده بالجملة؟ يمكن واحدة اتخيلت، لكن كذا واحدة
وبعدين في موقف آخر التلاميذ كلهم يشوفوه بالإجماع، ده مش واحد لوحده. وبعدين مش يشوفوه يقول لهم تعالوا جسوني لحسن بعد ما امشي تقولوا ايه ده روح. يجسوه يلاقوه لحم وعظم. بعدين يقولوا برضو ممكن ناس تشكك، يقوم يقعد معاهم وياكل بعد قيامته، ده في مرة تاني. وبعدين لألا يقال ان 12 واحد اتفقوا على الموضوع وقالوا الكذبة دي، يقابل 500 واحد على جبل الزيتون في مرة بعد قيامته، وكل 500 يشوفوه ويفرحوا بقيامته. كل دي إثباتات. وبعدين يجي حجة أخرى، لو قلنا ان التلاميذ هم اللي تآمروا وفكروا ان هم يدعوا قصة القيامة وسرقوا الجسد، في واحد يطلع بكذبة ويفضل يدافع عنها العمر كله ويموت بسببها، ومش واحد بس، يعني لو واحد كذاب وخوفوه بالموت هيرجع في كذبته. لكن لو تصورنا، احنا بنتكلم بالمنطق بقى، ما بنتكلمش دلوقتي بالإيمان المسلم. لو تصورنا ان التلاميذ دول اتفقوا على كذبة اسمها المسيح قام وطبخوها مع بعض، وهم كل ما يدخلوا السجن ويتضربوا، طب ما يتراجعوا عن كلامهم. وهل الكذبة دي تقدر أن تغير شكل التاريخ كله؟ الناس كلها تؤمن وتصدق. طب نقول ايه في شخصية زي بولس الرسول اللي ما كانش معاهم وكان ضدهم على طول الخط؟ ازاي ده قابل المسيح بعد قيامته وأصبح منضم إلى الشهادة لقيامة المسيح؟ قولوا لي على ملايين الناس اللي أمنت بالقيامة فتقدمت للموت بحماس وفرح، كل دول مضللين؟ كل دول مغفلين؟ مش دي كلها إثباتات منطقية إن في حقيقة اسمها كده؟ وبعدين كون يقال لم يشاع إلا حجة واحدة، الإشاعة الوحيدة اللي طلعت للتشكيك إن التلاميذ جم سرقوه والعساكر كانوا نعسانين. طبعا هذا الكلام يعني خيبان. ليه؟ يعني التلاميذ حركوا الحجر ومحد والتانيين فضلوا نايمين، ده حجر زيادة عن 2 طن، يقال كده في حجم 2 طن هيتحرك من غير صوت. وبعدين دي شغلتهم يحرسوا مجرد ال3 أيام يناموا فيها. وبعدين مين دول اللي يتسرق منهم الجسد ياخدوا براءة وياخدوا فلوس عليها كمان؟ ده المفروض ياخدوا إعدام لأن هم ما التزموش العساكر دول. إذن كل ده بعض البراهين، لكن لما بقول لكم تدرسوا المواضيع بشكل يعني تحقيق منطقي تكتشفوا أن القيامة لابد أن تكون قيامة. اللي قام بنفس الدور ده في عملية البرهنة أو الكلام المنطقي عن القيامة القديس بولس بقى، لأن لو تذكروا احنا قلنا القديس لوقا تتلمذ على القديس بولس، فواخد من منطقية التفكير، ودي مطلوبة مع ناس كتير. زي القديس توما لما قال لو ما لمستش يبقى مش هآمن. طب ده واحد منهم كويس، يبقى واحد اتشكك منهم كإثبات للأجيال كلها، فقام جاله مخصوص وقال له هات صباعك حط ايدك في جنبي عشان تتأكد اني انا هو. كل دي اثباتات. قديس بولس يقول انتوا مستغربين ليه؟ ما هو لو المسيح ما قامش يبقى كل ايماننا باطل، تعالوا ناكل ونشرب لاننا هنموت بكره ومش هنقوم. لكن لان المسيح قام كلنا مستعدين نموت في اي وقت ومش خايفين من الموت. فاذا حياتنا هي ايضا اثبات لقيامته لأننا عايشين بدون خوف. وقال ده أنا بموت كل يوم، يعني كل يوم بتعرض للموت. أنا لو مش ضامن إن المسيح قام ومش متأكد إن بقيامته ليا قيامة، طب أنا أعرض نفسي للموت كل يوم ليه؟ وبعدين ادانا تشبيه تاني وقال لنا إيه؟ اتفرجوا على الشجرة اللي بتبتدي بذرة والبذرة دي بتطلع شجرة، تموت البذرة في الأرض ويطلع منها حياة. إذن إيه العجيب لما نقول إن الطبيعة لوحدها بتقول درس، بذرة تموت ويطلع منها حياة، تبتدي بموت وتنتهي بحياة. إذن هناك من المنطق والبراهين الكثير لإثبات القيام. كون واحد بسيط يقول أنا صدقت المسيح مش محتاج برهانة، خلاص كويس. لكن كون واحد تاني يقول لا المسيح
لم يقم، يبقى ايه؟ نقول له تعالى نثبتها. واحد يقول طب ما القصة من بابها أساسا مش حقيقية، هو ما ماتش عشان يقوم. نقول له طب استنى، أولا الكلام ده كان يمكن يمشي لو قلنا أنه اتقتل أو مات في أوضة حضروه 2 3، إنما كون المسيح صلب معلقا على خشبة على الجلجسة في عينين الآلاف، دي لوحدها إثبات صعب التشكيك فيه. ثم أن القانون الروماني قبل ما يحكم على متهم لازم يراجع هويته كذا مرة. القانون الروماني ده كان محكم، لغاية دلوقتي القوانين بتاخد من القانون الروماني، فلازم يتأكدوا من هوية الشخص قبل ما يحكموا بالإعدام، لأنه ده كانوا عندهم في القانون الروماني لو جلدة زيادة تقع الجلدة على اللي جلد، عشان كده كانوا يعدوا 39 ويكتفوا، عشان لو كانوا غلطوا في واحدة يبقى الجلاد ما ياخدش على ظهر واحدة. عشان كده تلاحظوا كانوا يعدوا 39 مع أنه هو القانون 40 جلدة، لكن في التنفيذ يكتفوا ب39 تجنبا من حكاية يقولوا ايه لكون غلطت في واحدة يكون حد تاني بيعد يقول لي امسك انت كده ضربت واحدة زيادة على ايه. إذا هذه الدرجة طب هيعدموا إنسان يطلع واحد تاني اللي مات بداله. وبعدين اليهود يهمهم جدا التخلص من المسيح نفسه، هل يتفرجوا على واحد بيموت بديلا عنه؟ وهم ما بيكرهوش حد غير المسيح. والرومان عارفين انه هو المسيح المحبوب صاحب الشعبية اللي يعني بيدعوا عليه انه هياخد مكان قيصر، يبقى الرومان يهمهم جدا برضو التخلص من المسيح نفسه، يبقى الفئتين لازم يتأكدوا مين اللي يتصلب. فإذا حدث الموت، موت المسيح لا يمكن التشكيك فيه، لأنه حدث علانية في عينين آلاف، قانون روماني محكم اشترك فيه اليهود بالمؤامرة والرومان بالتنفيذ وكل ده. وهل الموجودين حواليه المقربين ليه؟ هي العذراء مش هتعرف ابنها، هتقعد تعيط تحت الصليب على واحد مش ابنها؟ وهل يوحنا الحبيب تلميذه الملتصق به 2 3 مش هيميز ان اللي فوق راسه الصليب ده هو معلمه وحبيبه وإله ربنا يسوع؟ اللي كانوا حاضرين من أخصائه دول خاصته، طب ازاي يعني كانوا بيودعوه إذا كان المصلوب واحد تاني؟ تيجي حجة تالتة، طبعا احنا الموضوع مش كله حجج النهاردة، لكن يعني يقول لك طب ما هو يمكن ما ماتش، يعني ايه اغمى عليه بس ودخل على كده. اولا حركة الحربة اللي عملوها الرومان دي هي اساسا لتفنيد هذه البدعة او الادعاء. يعني هم لما يحبوا يقولوا طب نتأكد، ما يتأكدوش بقى يمسكوا النبض والحركات بتاعت اليومين دول، يقولوا بدل ميت ميت احنا ندخل حربة لغاية قلبه خلاص، ما هو ميت ميت. فيبقى ايه زيادة في التأكيد يعملوا الحركة دي. خلي بالكم الحربة دخلت المسيح بعد ما مات، ده لمجرد التأكيد على موت. وعشان كده القديس يوحنا يعلق ويقول العجيب بقى ان نزل دم ومية، ودي ما كانتش بتحصل مع الميت العادي، عشان يقول كأن المسيح بعد ما مات بيقول أنا قادر على الحياة. وهي دي اللي كتب فيها القديس يوحنا والذي عاين شهد ونحن نعلم أن شهادته حق. يعني قال أنا كنت تحت الصليب وشفت بعيني الحربة داخلة لغاية قلبه، ومع هذا بينزل دم ومية، كأنه بيقول أنا قادر أن أحيا مرة أخرى. وطبعا الآباء القديسين فسروا كمان وقالوا عاوز يقول هيطلع من جنبه الكنيسة بمية المعمودية ودم الإفخارستية. هنعيش بقى احنا ككنيسة على حس اللحظة دي من خلال المية اللي طالعة من جنبه إشارة للروح القدس والمعمودية، والدم اللي طالع منه إشارة لسر التناول، احنا بنشرب من دمه الكريم وبنعيش بيه. إذن كل دي إثباتات مبرهنة. يعني إيه الموضوع بقى مش هي كده، لا ما نقدرش نقول هي كده. واحد عقلاني بيقول لي اثبت لي، نقول له طب نثبت لك. طبعا ساعات بقى الادعاء يجيب ادعاء تاني، يقول طب ما هو القصة كلها خرافة. لا نقول له خرافة ازاي؟
4 أناجيل ليها آلاف المخطوطات القديمة من القرون الأولى بتحكي نفس السيرة. هو أنت تقدر تشطب على التاريخ بمزاجك؟ يقدر واحد النهاردة يقول شخصية سعد الزغلول شخصية مجازية غير حقيقية؟ حيلك، هو التاريخ ده يتشطب عليه بالسهل كده؟ وبعدين ايه، لو واحد بس كان شافه كنا نقول ايه عليها قولان، لكن ده جيل حضره. وبعدين في تاريخ روماني بيأكد أن هناك شخص اسمه يسوع تبعه اليهود ثم انقلب عليه الرومان وقتلوه. ده في بقى يوسيفوس المؤرخ اليهودي، وفي مؤرخين أخر غير الأناجيل سجلت حياة المسيح وأكدت أنه مات وقت بيلاطس البنطي، في عهد بيلاطس البنطي. إذن هي قصة تاريخية حقيقية، ما هياش إيه أسطورة ولا فكرة وهمية، لا، المسيح حي. طبعا ربنا يسوع له المجد حيا إلى الأبد لأننا عايشين بإيه وروحه فينا، وما زال يصنع معجزات من خلال اسمه، من خلال أولاده. إذن عندنا من الإثباتات والبراهين أن المسيح قام بالحقيقة قام. فهنا كل ده أنا بتكلم في لفظة واحدة بيقولها القديس اللي هو إيه، أراهم نفسه حيا ببراهين كثيرة. لأن ربنا يسوع كان عارف كويس إن هتيجي الأزمنة اللي يشكك في قيامته، إن عدو الخير عشان يهد الإيمان من جذوره لازم يعمل إيه؟ يشكك. وهيشكك في إيه؟ أهم حقيقة، المسيح مات وقام، لأنه إذ قام أعلن لاهوته، إنه مش إنسان عادي، لأنه بيقوم بنفسه. فأهم إثبات على ألوهة المسيح هي قيامته، وبالتالي دي أكتر قضية لابد أن يشكك فيها من عدو الخير. ومن هنا أكتر موضوع له براهين مثبتة تاريخية منطقية في الكتاب المقدس وفي التاريخ ببراهين كثيرة. بعدما تألم وهو يظهر لهم 40 يوم، وده أحد أسباب الظهورات اللي في 40 يوم. كان ممكن واحد يقول كان المسيح يقوم يوم الحد، بالكتير يصعد يوم الحد بالليل ولا الاثنين، ما خلاص خلص رسالته. لا، قعد يظهر 40 يوم. ليه؟ عشان ما حدش يدعي انه لا ده ما قامش ازاي، ده بقى لنا 40 يوم بنشوف. يبقى مجرد 40 يوم تأكيد آخر على انه المسيح قام، مش شفناه مرة، ده مرتين وثلاثة وعشرة ويمكن 20. المذكور في الكتاب يعدي 10 مرات، لكن هناك مرات أخرى لم تذكر. كل المذكور أنه كان يظهر لهم 40 يوم. ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. إذن المسيح هو قاعد مع تلاميذه بقيامته زي قبل قيامته من ناحية الكلام. هو من أول ما ابتدى رسالته يقول إيه؟ انتبهوا، توبوا، لأنه قد اقترب منكم ملكوت الله، يشبه ملكوت السماوات، اطلبوا أولا ملكوت الله وبره. كل الكلام عن الملكوت. بعد قيامته دخل في تفصيلات أكتر. ما هو هذا الملكوت؟ إزاي الكنيسة هتمشي؟ إزاي الأسرار هتمشي؟ المعمودية والميرون والتناول والاعتراف وكل ما نعيشه الآن سلموا المسيح لتلاميذه في 40 يوم اللي من قيامته للصعود. ثم أن حدث الصعود لم يحدث في الخفاء، زي ما القيامة أعلنت مرات كتيرة قوي للتلاميذ. في يوم صعوده جمع كل تلاميذه وصعد وهم ينظرونه، عشان محدش يقول الله هو راح فين، يكونوا قتلوه تاني. لا بقى، ما هم احنا شفناه وهو صاعد للسماء، ووعدنا وهو صاعد ان انتوا ايه هتشوفوني تاني، وانا صاعد هرجع لكم من السماء تاني، بس بعد ما تكمل الايام كلها. والملاك بعد ما فضلوا معلقين وعينيهم على السماء كده والمسيح بيختفي فيها، ظهر لهم يقول لهم انتوا زعلانين ليه؟ اللي انتوا شايفينه صعد سيأتي ثانية كما رأيتموه. زي ما انتوا شايفينه داخل على السماء، هيجي اليوم اللي تشوفوه نازل من السماء، وهو ده اليوم اللي احنا مستنيه. احنا عايشين على هذا الوعد انه سيأتي ثانية كما رأيتموه وستنظره كل عين. كل الناس هتشوف اللحظة دي بقى. يبقى التلاميذ تمتعوا أيضا بنظر صعوده، شافوه بعينيهم،
وهو صعد للسماء. عشان كده تلاحظوا ان كتب القديس لوقا رجعوا جميعا بفرح، لانه لو كان مجرد وداع كانوا يرجعوا باكين، انما اللي مفرحهم ايه؟ رفع في المجد. حبيبهم وإلههم ربنا يسوع مرتفع بمجد لاهوته للسماء. احساس جميل، وبيوعدنا ان احنا هنطير معاه على السحاب بنفس الطريقة. كل ده يدي بهجة، يدي فرح. فرجعوا على العلية فرحانين جدا وعمالين يصلوا ومبتهجين مع ان هم ودعوا للسماء. يتكلم عن الامور المختصة بملكوت الله وفيما هو مجتمع معهم. بيعيدها القديس لوقا تاني. أوصاهم ألا يبرحوا من أورشليم بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني. يبقى المسيح قلنا قبل صليبه كلمهم عن موعد الآب، لما قال لهم إيه؟ الآب يرسل روحه القدوس باسمي، وأنا إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، وخير لكم أن أنطلق ولا أترككم يتامى. وقعد يتكلم عن موعد الآب. موعد الآب يعني إيه؟ الآب وعد المؤمنين بالمسيح إن هم ينالوا الروح القدس، أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. إزاي؟ لما ياخدوا من روح الله. يبقى روح الله ساكن فينا، هو عربون البنوة، يعني إحنا أولاد ربنا بأمارة أن روحه فينا. إذا مش كل واحد يقول أنا ابن ربنا، لكن أولاد ربنا هم اللي خدوا من روحه بعد المعمودية والميرون، بعد ما أمنوا. إن كنا أولادا فإننا ورثة. ورثة يعني إيه؟ ورثة الله. يعني إيه نورث ربنا؟ ربنا ما بيموتش بس له ميراث أبدي نورث معاه. يقول وارثون مع المسيح، لأننا بقينا شبه المسيح أولاد الله. أخذ الذي لنا إيه؟ كنا أولاد البشر فبقى ابن البشر، وأعطانا الذي له كون إنه هو إيه؟ ابن الله، فصرنا أولاد الله. زي واحد من القديسين يقول صار ابن الله ابنا للبشر ليجعل أولاد البشر أولادا لله. بس الكلام ده مين ياخده؟ اللي يصدق، اللي يؤمن، اللي يمشي في السكة اللي ربنا قالها، إنك إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يعاين ملكوت الله. والمولود من الجسد جسد، يعني الولادة الجسدية دي شيء، والمولود من الروح هو روح، دي ولادة تانية خالص. يعني ما تقولش طب ما أنا اتولدت كإنسان. أيوة، ما أنت كإنسان أنت يا آدم تراب وإلى التراب تعود. مش هي دي الحاجة الحلوة، يعني في حاجة أحلى بكتير. تعالى نتولد بالروح القدس بالماء والروح عشان نبقى أولاد الله. ينتظر موعد الآب الذي سمعتموه مني. يبقى المسيح كذا مرة يكلمهم يقول لهم الروح القدس جاي. لأن يوحنا عمد بالماء، ده هو كده بيلخص كل حوارات المسيح مع تلاميذه قبل كده. لما كانوا يقولوا له طب ما احنا تعمدنا زمان على يد يوحنا، يقول لهم لا استنوا، يوحنا عمد بمية بس بماء للتوبة، لكن هو نفسه قال اللي هيجي بعدي هيعمد بالماء والروح القدس، هيعمد بالنار، يقصد نار الروح. إذن اللي تعمدوا على يد يوحنا يحتاجوا يتعمدوا معمودية العهد الجديد اللي هي الماء والروح، اللي هي بالآب والابن والروح القدس، اللي بيها الإنسان يولد ولادة جديدة. أما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير. برضو هنا ما رضاش يقول لهم إنها 10 أيام، قال لهم إيه؟ مش كتير، مش هتأخر عليكم. إذن هو سابهم من الصعود في حالة انتظار، لا يقدروا يطلعوا يكرزوا، في حالة صلاة، في حالة صوم، في حالة انتظار. هو قال موعد الآب جاي، وقال مش هتأخر، ليس بعد هذه الأيام بكثير. عادة ربنا عادة ما يديش ميعاد باليوم والساعة، دي طريقة ربنا. ليه؟ لأن حالة الانتظار حالة مفيدة للإنسان. لكن لو أنا عارف أن المسيح بعد 2 جاي، طب ما أنا ممكن أنام السنة دي ما أعملش حاجة وأكسل وأتدلع وما اهتمش غير قبل الميعاد بشوية. إنما كوني حاسس أن أنا ممكن أمشي النهاردة أو بكرة
وكوني عندي دايما إحساس إنه ممكن يجي في أي لحظة، لازم أبقى إيه؟ دايما مستعد. وهو ده اللي ربنا يسوع عاوزه مننا. فقولت إن أنا جاي من غير ميعاد، يبقى معناها إيه؟ خلينا دايما مستعدين. وهو ده اللي ربنا يسوع عاوزه. وعشان كده مهما تأخر تفضل نفس القاعدة، هو جاي وبيجي على غفلة، ومش قايل جاي إمتى، بس قايل بدل المرة 100 مرة أنا جاي، لازم هاجي. ومهما تأخرت جاي، بس كونوا إيه؟ مستعدين أو كونوا سهرانين. ليس بعد هذه الأيام بكثير. أما هم المجتمعون فسألوه قائلين. دخلنا بقى في حوار بين المسيح وتلاميذه قبل صعوده على طول. يا رب، هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ للأسف ما زال مخ التلاميذ مشغول برضو بالمملكة الأرضية. في الوقت ده إسرائيل خاضعة لملك الرومان، مستعمرة رومانية، اللي بيحكم العالم قيصر روما، وإسرائيل جزء من المملكة. وعشان كده اليهود قلنا قبل كده ما يقدروش ينفذوا حكم الإعدام إلا بموافقة والي روما المحلي اللي كان وقتها بيلاطس. هما ما عندهمش حرية. فكان اليهود بطبعهم نفسهم يجي اليوم اللي يتحرروا من الرومان، وتصوروا أن المسيح له المجد كما أعلن عن نفسه أنه ملك، يبقى داود الملك ويحررهم من الرومان. وعمال ربنا يسوع يقول لهم أنا مملكتي مش من هنا، أنا مش شغلتي حرركم الرومان، قضية الرومان دي قضية سهلة. ما ياما اليهود استعبدوا، شوية للبابل وشوية للفرس وشوية لليونان وشوية للرومان. أنا جاي أكلمكم عن الخطية، عبودية الشيطان، عبودية الموت. جاي أكلمكم عن ملكوت السماء مش ملكوت الأرض، حياة أبدية مش حياة أرضية. إنما كل ده ويرجعوا تاني يقولوا له إيه؟ ولما بقى إيه في الوقت ده تدينا الروح القدس نقعد على كراسي ونطرد الرومان ونعمل مملكة داود زي زمان لغاية دلوقتي؟ طب ده هو كذا مرة يقول ويشرح. يوم حد الزعف، حد الشعانين، كان كل اللي في الزفة عشرات الآلاف متصورين ان ده يوم تجليس ملك جوه اورشليم بالفكر الارضي. دخل الهيكل وطرد ونظف الهيكل ورجع بات غلبان خالص في بيت عنيا، ولا عمل ثورة ولا قعد على كرسي ولا ملكهم على كراسي. وكتير منهم اتكبس يعني أحلامهم الأرضية راحت منهم. أم يعقوب ويوحنا قبلها على طول تقول له إيه؟ قبل ما تدخل أورشليم بوصيك واحد من ولادي على يمينك والتاني على شمالك. مخها كله في إيه؟ في الترابيزة دي اللي بيقعد عليها الملك والوزراء، وخيالها كله في ده. وربنا شوفوا قد إيه اتكلم عن ملكوت السماء، وقعد يقول كتير إن الأرض ما تستاهلش، ويشرح معنى الملكوت. كل ده وقت اللزوم برضو المخ ينزل للدنيا ويقول إيه؟ عاوزين المركز هنا. ما نقدرش نلوم التلاميذ ليه؟ طب ما احنا سامعين الإنجيل بدل المرة آلاف المرات، واحنا كمان بعد ده كله ساعات نقول له يا رب حللنا المشكلة اللي هنا، ارفع اسمنا هنا، ريحنا هنا، ادينا فلوس هنا، طول في عمرنا هنا. هنا ده ايه؟ كأن ربنا بيقول هو انتوا لغاية دلوقتي مش فاهمين؟ انا مش بشتغل لحساب هنا، انا بشتغل لحساب هناك. فهنا تبقى في ضيقات، في آلام، في تجارب، في اضطهادات، في خسائر، كل ده عشان هناك. لكن انتوا تشدوني وتقولوا لي خلينا في هنا، وانا عمال اقول لكم خليكم في ايه؟ في هناك. ده اذا ما نقدرش نلومهم ليه؟ لان احنا بعد سنين من الوعظ ما نقدرش ننكر ان احنا برضو مخنا في الدنيا. وللأسف ما زالت وصية اطلبوا اولا ملكوت الله وبره لم ننفذها بعد. هذه كلها تزاد لكم لم نثق فيها بعد. مفروض ان احنا مفكرش خالص في ايامنا على الارض ولا احتياجاتنا ولا مشاكلنا. هو قال تزاد لكم، وكل اللي يشغلنا ملكوته وبره. لكن احنا للأسف بضعفنا البشري نميل دايما لهذا السؤال: هو امتى هترد الملك لإسرائيل؟ امتى يا رب ترفع مشاكل الكنيسة؟ ماشي،
يرفعها ربنا ويفك عننا، لكن الأهم أن نملك معه، مش نملك هنا. احنا كنيسة مش بتدور على ملك أرضي ولا دولة ولا مركز ولا سلطة ولا فلوس، كل الكلام ده يبعدها عن ربنا. الكنيسة واخدة على الشقة والغلب والآلام، ودي سكتها للسماء. فقال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات، نفس اللي قالوا قبل كده كذا مرة، رجع يقولوا تاني قبل صعوده، مش من حقكم تعرفوا الأزمنة والأوقات، ولا تقولوا لي الرومان هينهاروا امتى، ما خدوش 200 سنة وانهاروا بعد الكلام ده، ولا تقولوا لي هنرفع راسنا امتى، انا عاوزكم في السماء، ولا تقولوا لي انت هتيجي امتى يا رب على السحاب زي ما وعدت، ما تسألونيش في المواعيد. ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه. لما بيذكر الآب هنا لا يعني أبدا أنه لا يعلم، لأنه المسيح نفسه قال كل ما للآب هو لي، وقال في مرة تاني أنا في الآب والآب فيا. إذن ما نقللش من معرفة المسيح، لكن لأن ربنا يسوع له المجد لن يعلن هذا السر، هو بيعلن أسرار كتير، أعلن سر مجيئه، وأعلن سر ذاته أنا هو، وأعلن أسرار الحياة الروحية المعمودية والتناول، لكن سر مجيئه يومه لم يعلنه ولن يعلنه. فدايما يقول إيه ده في علم الآب. علم الآب يعني إيه؟ العلم الذي لا يعلن، العلم المخفى ولن يعلن عنه الآن، فما تسألونيش عشان ما يزودوش في الكلام. لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. يبقى اللي يهمكم في الموضوع ان لما انا عمال اقول لكم موعد الآب، هتحسوا بقوة حقيقية لما يجي الروح القدس، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. يبقى الروح القدس لما يحل على التلاميذ، وده اللي هيحصل الإصحاح الجاي، تبدأ الشهادة للمسيح ويبدأ الانطلاق للكرازة. والشهادة للمسيح أو الكرازة تبدأ من أورشليم، وبعدين تمتد إلى اليهودية. اليهودية دي المنطقة الكبيرة اللي عاصمتها أورشليم، إلى السامرة دي تاني ولاية أو تاني منطقة بعد اليهودية، وبعدين إلى أقصى الأرض. إذن دوائر الكرازة، عارفين اللي بيرمي كده حاجة في المية تلاقيها عاملة دوائر عمالة توسع، هي كده الكرازة تبدأ من دوائر كده. انت لما تحب ربنا قوي تبتدي بيتك يتغير، جيرانك ومعارفك وأصحابك، اللي بيتعاملوا معاك، اللي بيسمعوا عنك. انت بتشتغل في شغل يتأثر بيك، انما بعد كده ممكن تسيب شغلك وتبقى حياتك كلها خدمة. دوائر تأثيرك بتزيد كل شوية. هي دي الشهادة للمسيح، تكونون لي شهودا، بداية من واقعكم العادي. إذن ربنا يسوع ما بعتهمش أوروبا الأول، قال لهم ابتدوا من عندكم من أورشليم، لكن طبعين ربنا يسوع على إيه؟ إلى الأرض كلها، زي ما ختم الأناجيل وقال اذهبوا واكرزوا للعالم أجمع. إذن وصية المسيح لينا أن نكرز لا لمن حولنا فقط بل لكل إنسان. وعشان كده أحيانا ربنا يثقل قلب إنسان بأن يكرز لشعوب ما نسمعش عنها. إيه اللي خلى شاول بولس يطلع آسيا ويطلع أوروبا؟ واحد يقول يعني كانوا خلصوا على الكرازة لليهود، ما خلصوش، بس الروح القدس بيقول كده. إيه اللي يخلي القديس متى توما ولا متى توما يوصل لغاية الهند ومفيش طيارات في الوقت ده، مشوار طويل قوي؟ طب وماله؟ اللي يخلي القديس متى ينزل الحبش، القديس مرقس ينزل مصر. طب فين الامكانيات وفين الطيارات وفين الانترنت وفين؟ ما فيش كلام زي كده، لكن الروح القدس فيه. قوة الروح القدس توظفهم وتشغلهم بالكرازة لكل شعوب الأرض مهما اختلفوا. طيب واللغة معلش يديهم الإمكانية، وده اللي هيبان الإصحاح الجاي. اللغة التي تكون عائقا، خلاص ده الروح القدس اللي خلق الإنسان يخلق لسان فيعطيهم الإمكانية اللي مش عندهم، لأن دول ناس بسط. من هنا تيجي فكرة الألسنة اللي ارتبطت بالروح القدس في أول التاريخ.
يبقى واضح ان ربنا لما بيقول اعملوا حاجة مش بيقول اعمله ويتفرج علينا، هو بيقول اعمله وهيشتغل معانا، وكل ما ينقصنا هو كفيل انه يعوضه ويسده. فنلاقي ان الناس دول راحوا لبلاد ما يعرفوش لغتها، وربنا يساعدهم يتكلموا اللغات اللي يحتاجوها. تكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون. يبقى المسيح كان بيكلمهم كده وفجأة ابتدى يرتفع وهم باصين عليه. وتاخدوا بالكم طبعا عينيهم عمالة تطلع من تحت لفوق كده بتتابعه، ودي إشارة إلى عملية الارتفاع الروحي أو القلب. يعني إيه؟ كل ما تحب ربنا يسوع كل ما عينك تبتدي تطلع من الأرض للسماء. كل شوية الناس ما يشغلوكش، والفلوس والأسماء واليفط والجرايد والسياسة كل شوية الحاجات دي تصغر، لأنك أنت عمال تراقب المسيح الصاعد وقلبك بيطلع معاه، فأنت عاوز تبقى فوق مش عاوز تبقى تحت. وتلاحظوا دايما أن احنا ككنيسة تعلمنا من المسيح نربط الصوم بالصعود. يعني ايه؟ احنا لما بنصوم بنصعد قلبيا. يعني ايه؟ ما هو الارض دي اكل وشرب، فلما نقفل على الاكل والشرب يبقى هلما نرتفع. من هنا جت كلمة الرفاع. على فكرة الرفاع معناها يلا نرتفع عن الارضيات، بينما اغلب الناس ليلة الرفاع دي يخلوها ارضيات خالص، لكن هي الحقيقة الرفاع معناها تعالوا نرتفع معه عن الأرضيات للسماويات. ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم إلى أن اختفى وراء السحاب. وبعدين خلاص مش شايفينه بعينيهم، بس واخدين وعد أنه يملأ قلوبهم بروحه، فانتظروا هذا الوعد. وهي دي الحالة اللي احنا قريبين ليها. احنا مش شايفين المسيح بعينينا، بس على وعد انه يجي مرة تاني ونشوفه بعينينا، والوعد التاني تم وتحقق وسكن بروحه فينا، فنحن نراه بروحه، مش لازم بعينينا بقى. يبقى الروح القدس اللي جوانا بيأكد لنا المسيح حي وباصص علينا ومتابعنا وماشي معانا ومش هيسيبنا وجاي تاني ياخدنا. الروح القدس يشهد لأرواحنا. يبقى احنا ما عدناش شايفينه بعينينا ولا نحتاج أن نراه بعيوننا، لأننا الروح القدس اللي فينا بيأكد وبيشهد وبيفكرنا وبيذكرنا وبيفتح عينينا الداخلية لرؤية المسيح بشكل فوق الرؤى الجسدية. ليه؟ طب ده في ناس شافوا المسيح بعينيهم وهلكوا. في واحد يقول طب ما أنا عاوز أشوفه بعيني. الأهم من أنك تشوفه بعينك تشوفه بالإيمان، تشوفه بالروح. طب ما هيرودس ولا بيلاطس شافوا المسيح بعينيهم. طب ما في يهود شافوا المسيح وقالوا اصلبوا. إذا مش كل عين شافت المسيح استحقت أنها يعني هذا الإنسان يتوب ويتغير. الموضوع كله مرتبط، حبيته ولا لا، ارتبطت بيه ولا لا، صدقته ولا لا. لكن أن تراه عيانا بيانا قد لا يكون هذا هو المؤشر لخلاصك، لأن في ناس كتيرة شافوه وهلكوا. وطبعا حتى يوم مجيئه التاني يقول الكتاب ستنظره كل عين والذين طعنوه هينظروه. اللي طعنوه عبر كل الأجيال، وهم اللي طعنوه دول مش كان الراجل اللي مسك الحربة وطعنه. كل من طعن المسيح في لاهوته، كل من أنكر لاهوته، كل من تحدى الحقيقة أن المسيح هو الله المتجسد أمس واليوم وإلى الأبد، سينظره في اليوم الأخير. ساعتها يقولوا إيه؟ يقولون للجبال اسقطي علينا وللآكام غطينا من وجه الجالس على العرش ومن غضب الخروف، لأنه قد أتت ساعة غضبه ومن يستطيع الوقوف. الخروف ما بيغضبش، لكن له ساعة في آخر الظهور، ساعة غضبه. لكن هو كحمل وديع مأجل غضبه ومطول باله ومحتمل كل الطعن اللي فيه، لكن لابد أن تأتي ساعة العدل فينظرون إلى الذين طعنوه